بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بكم في قناتي مطبخ تيستي بيتي. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ الدنيا برد والجو زي التلج، مفيش احلى من انك تولعي فرن البوتاجاز وتخبزي اي حاجه، اهو منها ندفي البيت ومنها نفرح الولاد. احلى واسهل وصفه كوكيز ممكن تعمليها، اقل من نص ساعه هتكوني عجناه وخبزاه، صابح وفريش، مش مجلد ومركون في المحلات بالشهور لحد ريحته مغيرت. ممكن تاخديه كسناك بين الوجبات، حاجه حلوه كده تاكليها. ممكن ينفع فطار خفيف الصبح مع كوبايه شاي بلبن، او تحطيه للولاد في اللانش بوكس. تعالي اقولك عملت القمر ده ازاي. في بوله وهنجهز خلطه دقيق الشوكولاته. معايا هنا 250 جرام دقيق، ربع كيلو دقيق، كوبايتين ونص بالظبط، مج الشاي الازاز. هنحط عليهم رشه ملح، نص معلقه ممسوحه بيكنج باودر، وخلي بالك الكوكيز ما بياخدش بيكنج باودر كتير. هحط عليهم معلقتين كبار لبن بودره، ولبن البودره اللي بيبقى في الاكياس اللي بنشربه، ومش لبن البودره السايب اللي عند العطار. هحط عليهم كمان معلقتين كبار كاكاو خام، كاكاو خام اسباني مر ما فيهوش اي سكر. وبقلب خلطة الدقيق وهركنها لحد ما نجهز باقي المكونات. في بولة تانية هحط 100 جرام زبدة طرية بدرجة حرارة المطبخ. هحط عليهم 80 جرام سكر بودرة و30 ملي زيت، معلقتين 3 كبار كده زيت نباتي حلو ملوش أي ريحة. بالمضرب بقى، وبدخل السكر في الزبدة والزيت لحد ما يتكون معايا زي الكريمة كده. كل ما بتضربي فيها بتلاقي الزبدة بتهش وبتعلى معاكي وبتبقى شبه الكريم شانتيه بالمنظر ده بالظبط. هلم الجوانب بقى عشان احط باقي المكونات. معايا هنا بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ. هحط عليها كام نقطة فانيليا كده، 3-4 نقط فانيليا، ما تكتريش الفانيليا في كوكيز الشوكولاتة عشان ما تمررش مع الكاكاو. اضربي بقى البيضة مع الزبدة والزيت والسكر، وهتفضل برضو هشة وعالية معايا زي الكريمة. هجيب بقى خلطة الدقيق اللي جهزناها في الأول، دقيق الشوكولاتة، وهقلبها مع الزبدة. وبنقلب ما بنعجنش، اسباتولا كده أو معلقة خشب، وبتدخلي المكونات في بعضها تقليب مش عجين عشان الكوكيز ما يعضمش وينشف معاكي. بجمع كده بالسباتولا شوية، وبعد كده برفعها وبنزل بإيدي. لمي بإيدك العجين على خفيف كده لحد ما تتكون معاكي العجينة عجينة طرية وناعمة وما بتلزقش، لا بتلزق في إيدك ولا بتلزق في البولة. بختبرها ازاي؟ باخد حتة كده من العجينة على ايدي وبكورها، بتتكور معايا سهلة وطرية وما بتلزقش. خلاص كده عجينة كوكيز الشوكولاتة جاهزة معايا. بغطيها وبدخلها التلاجة ترتاح شوية لحد ما اخلص. هنعمل كوكيز الفانيليا بنفس المقادير، ربع كيلو دقيق، كوبايتين ونص، وبدل كمية الكاكاو هحط نشا. يعني حطيت معلقتين كاكاو، هحط هنا معلقتين نشا، معلقتين لبن بودرة، نص معلقة بيكنج باودر. وفي بولة تانية بجهز الزبدة، 100 جرام زبدة، عليهم 80 جرام سكر بودرة، 30 ملي زيت، بضرب برضو لحد ما تتكون معايا الكريمة دي، كريمة هشة كده وناعمة. بنزل عليهم ببيضة ونقطتين 3 فانيليا. في كوكيز الفانيليا زودي الفانيليا شوية عشان هي أساس طعم الكوكيز. وبضرب المكونات مع بعضها، وخلي بالك تفضل خلطة الزبدة معاكي هشة وناعمة زي الكريمة كده، ما تفصلش. بنزل عليها بقى بخلطة الدقيق وبجمعها برضو بالسباتولا شوية كده، وبنزل بإيدي أجمع العجينة. الكوكيز ما بياخدش عجن كتير يا بنات، أي نوع بسكوتات ما بياخدش عجن كتير، يا دوب بنجمع العجينة بإيدينا كده. أول ما نلاقيها جمعت وما بتلزقش خلاص بنوقف تقليب. باخد حتة على إيدي وبكورها، ما بتلزقش معايا، ما فيهاش أي تشققات. اضغطي فيها بصباعك كده ما بتشققش، خلاص هي كده جاهزة معاكي. هجمعها برضو واغطيها وادخلها التلاجة ترتاح لحد ما نجهز بقية المكونات. معايا هنا قالب شوكولاته سما. القالب ده 200 جرام، هيكفي معاكي الكميه اللي احنا عاملينها دي، وهيفيد كمان. انا ما استخدمتش تقريبا نصه، لو انت هتزودي كمان الشوكولاته على وش الكوكيز اكتر مني هيكفي معاكي وهيفيد. بنقطعها مكعبات صغيره كده. تعالي اوريكي بقطعها ازاي. انا باجي على الفواصل كده اللي بين القوالب، بتبقى رقيقه وناعمه، بضغط عليها بالسكينه بتتقطع معايا على طول. وباخد قالب بقى اقطعه مستطيلات كده، وارجع اقسم الواحد 2، بتطلع معاكي مكعبات صغيره كده وشكلها شبه اللي على الكوكيز الجاهز بالظبط. بقطع وباخد المكعبات السليمة، بجمع المكعبات السليمة معايا اللي هستخدمها، والكسر الصغير اللي طلع دوت أنا ما برميهوش، أنا بجمعه في كيس وبحطه في التلاجة وبستخدمه في تزيين أي حلويات تانية، بيتسيح بمنتهى السهولة. طلعنا عجينة كوكيز الشوكولاتة من التلاجة. الجو دلوقتي برد، ممكن ما تحطوش في التلاجة، خليها على رخامة المطبخ هترتاح معاكي وهتبقى حلوة برضو. التلاجة خلت الزبدة مسكت معايا شوية، بس عادي، بمجرد ما بتمسكيها وبتجمعيها في ايدك بتطرى وبتجمع. وميزتها كمان انها ما بتخليش فيها اي تشققات. بناخد قطعة على ايدنا كده، بنعملها كورة وتديها تبطيطة بسيطة، دوسي عليها دوسة بسيطة تتبطط بس عشان نعرف نلزق على وشها الشوكولاتة. ما تخليهاش رقيقة معاكي خالص كده عشان يبقى فيه مساحة الشوكولاتة تغرز فيها وتبقى ماسكة في الكوكيز.
وكمان الكوكيز تبقى محملة معاكي في الآخر، ما تبقاش رقيقة كده وخفيفة. تشكيله سهل جدا يا بنات، ولا محتاج قطاعة ولا محتاج مكنة ولا محتاج أي حاجة. بتاخديهم كورة كورة بإيدك كده، تكوريها وتبططيها على إيدك بمنتهى السهولة. كمية الشوكولاتة على وش الكوكيز بتاعتك انتي، حطي الكمية اللي تعجبك، عايزة تزودي عن كده زودي، عايزة تقللي قللي، دي حاجة بتاعتك انتي. أنا مقطعة قطع الشوكولاتة كبيرة، لو قطعتيها أصغر من كده هيبقى في معاكي مساحة على الكوكيز تحطي قطع كتير. تشكيله سهل زي ما قلتلك، وفي ثواني الصاج خلص معايا اهو. شكله تحفة من قبل حتى ما يدخل الفرن. بدخله على الفرن متسخن على درجة حرارة 180 بالشبكة اللي في النص. الكوكيز ما بيقعدش كتير في الفرن يا بنات، يا دوب ربع ساعة تلت ساعة بالكتير وبيكون استوى. وانت بترصي راعي المسافات بين كل كوكي والتانية عشان لما يريح في الفرن ما يلزقش في بعضه. هجهز الصاج التاني اهو بتاع كوكيز الفانيليا. بفرش في الصاج ورقة زبدة وبديها رشة زيت خفيفة كده وبالفرشة وبمسحها عشان لما اطلع الكوكيز بعد ما يستوي ما يلزقش مني. وطلعت عجينة كوكيز الفانيليا من التلاجة برضو وهنبدأ نشكلها. باخد قطعة قطعة على ايدي كده اعملها كورة واضغط عليها ضغطة بسيطة ونلزق على وشها الشوكولاتة. مفيش اسهل من كده. ممكن تخلي حتى الولاد يساعدوكي في البيت ويعملوه معاكي لو عاملة كمية كبيرة يعني. شايفة العجينة جميلة ازاي، ما فيهاش اي تشققات ولا بتلزق وبتتشكل معايا بمنتهى السهولة. وزي ما قلتلك كمية الشوكولاتة براحتك خالص. في ثواني هتكوني مجهزة الصاج. شايفة جميل ازاي، وبرضه بندخله على نفس درجة الحرارة 180 ربع ساعة تلت ساعة بالكتير. انا هنا طلعت كوكيز الشوكولاته استوى وبقى جميل جدا، بس لسه الشوكولاته سايحه. لازم نسيبه يبرد في الصاج شويه قبل ما نحركه عشان الشوكولاته ما تتبهدلش وشكلها يبوظ. اول ما تبدا الشوكولاته تمسك كده بطلعه على شبكه خبز وبسيبه يبرد خالص والشوكولاته تجمد. او ممكن الشبكه دي كده تدخليها التلاجة لحد الشوكولاته ما تجمد وتمسك نفسها. هي لسه برضو سايحه ما مسكتش نفسها قوي، فخلي بالك وانتي بتحركي. جميل جدا يا بنات. وده كوكيز الفانيليا طلعته اهو. شايفه جميل ازاي الكوكيز الفانيليا ما بنسيبهوش ياخد لون من الوش، يا دوب بياخد لون خفيف من تحت ووشه بيفضل ابيض زي ما هو، يعني لون اشقر خفيف خالص من فوق. ودي الكميه اللي طلعت معايا من نص كيلو دقيق. عملنا ربع شوكولاته وربع فانيليا. كميه حلوه جدا يا بنات، ما خدتش اي وقت معانا. لو هتشتريها من بره هتدفعي فيها مبلغ كويس. شايفه جميله ازاي. انا نقلته هنا في العلب اللي هشيله فيها وفي طبق تقديم عشان بس اوريكي الكميه طلعت معايا قد ايه. حاجه حلوه وسهله وسريعه، مفيش ابسط من كده. وده كان الفيديو بتاعي النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبك وتجربي الوصفه الحلوه دي وتكتبي لي رايك في الكومنتات. وما تنسينيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس للقناه لو محتوى قناتي بيعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.